صواني حلوة. والله الجزء الثاني من مجمع بيت مطشر، مشتريات اللي راح فعلا تنصدمون بيها. سويت لكم عدة طبقات راح تستفادون منها، فخليكم إلى نهاية الفيديو وأتمنى تكملوه للنهاية. صلوا على محمد وآل محمد. روتيني وياكم هنايا طبعا بهذه الباذنجان قصصتها بهذه الطريقة اللي شنها دودة والله. هسه راح تشوفوها هنا راح أقلي بيها لحم بنات. هذه هنايا طبعا مال نفرين يعني، بس أنا ورسل مصطفى ما ياكل سويت له دجاج. هذه هنا اللحم مامتين مو كل نصه بنات لأنه خليت يعني شي قليل تمام لين ما أخذ أكثر. المهم قصصته بهذه الطريقة وخليت له شوية ملح وبهارات كركم وفلفل كلش قليل بنات. وهسه قولوا لي شنو رايكم بشكله؟ طبعا شكله كلش حلو والله بنات. هذا قلت لكم مال نفرين، اذا تريدون يعني مال عائله تجيبون باذنجان صغار وتقصقصون وتسوون مثل تقريبا يعني فد 4 باذنجانات 5، وكل باذنجانات تقصوها يعني هيك بالنص وتخلون بيها اللحم المفروم وتخلين بيها شويه شويه ومو راح ياخذ منك هواي لحم. هاي هنا يعني مخلية بالجدرية بصل وش اسمه طماطة هاي اللي سويتها الشرايح، وهذه هنا مال فرزية خليتها للزينة بيناتها ماتين رشيتها بدهن الزيت وخليت لها شوية مي حتى شنو تذبل. انا سويت الصلصة مالتها مثل ما شفتوا معجون ومي وشوية حامض وشوية ملح ودرتها للجدرية. صلوا على محمد وآل محمد. وهسه يا بنات كل وحدة عندها طريقة للباذنجان تكتب لي اياها بالتعليق، خلونا نستفاد من عندكم وراح انزلكم اياها هنايا بالفيديوهات. حابة أشكر كل المتابعين وأقول لكم حياكم الله اللي دخلوا القناة جديد، وشكرا لكم وشكرا لتعليقاتكم الحلوة. طبعا بس هواية علقتوا وقلتوا لي مصطفى هذا الشاكوش مال لحبي. والله بنات أنا مشتريته مال لحب بس شو أسوي من كنت منتج ما أخذني الواحد ونسيت والله فاعذروني والله. وأمشي شكلها يا بنات هذا الطبخة من أطبخها شكلها يعجبني أكثر من ما أكلها والله، أما الطعم لا والله يجنن بنات. وهسه أكيد بعد الغداء راح أخذكم 2 مجمعات وطبعا للأغراض بيهم بنات كلش حلوة بنات. المشتريات والله راح تنصدمون بالسعر مالتهن ومو راح تتوقعون هذا معقولة السعر مالتهن. فخليكم وياي وخلينا نروح للمجمع ونشوف شكل مصروفي. طبعا شغلات كلش حلوة. وهذا مجمع حماتين أنا كنت دائما أروح علينا يا ملاعب أشكال مال الأطفال. طبعا هذا الطابق الثاني، أما الطابق الثالث فهو كل ملابس والأفرشة. يلا ادفع لك ربع يا يما حاسدنا على التصوير. وين ما امشي الربع يلاحقني انا، الربع هذا مطلوب من عندي والله. خلصت من رسلنا وطلعوا على اهل المجمع. صلى على محمد وآل محمد. شوفون يومي بدي اروح المجمعات، اولا بدي اروح على مودكم، 2 وهذا بعد شغلي، 3 يا بنات انا ما اشتري فقط يعني الشغلات اللي بحتاجتهن وبعدين القاهن بغير مجمعات وبغير مكان كلش غاليات، فمن اجي والقاهن بهالمكان هذا رخيصات فهاي فرصه اشتريهن. واني ما اشتري غير هال10 وال15 غير ذني والله ما اشتري. شوفوا لي ذني يعني اللي مذهبات طبعا كلش حلوات في المعرف يعني كل لو ب25 لو ب30. اما يا بنات المجمع الثاني اللي بصفه بيه اغراض تجنن والله ما تخطر على البال وكلش رخيصه، ولقيت شغلات كلش حلوه فد ما قدرت اشتري هوايه شغلات حلوه فد يعني انا مو جايه عليهن لكن اجمع بعدين ارجع لهن. صلى على محمد وعلى محمد. شوفوا هاي اللوحات بنات على 12 وهذه الاحجام مالتها كلش كبيره وكلش حلوه والله وبنفس الوقت رخيصه. مو بس يعني صور اهل البيت لا اماتين شغلات بغداديه كلش حلوه والله بنات. ولي هذا المفلس بنات يجنن. طبعا طاسته كلش كبيره وتخبل القبق وياه وكلش ثقيل والله العظيم بنات يجنن والله. لقطه وبيش ب6. شوفوا الحجم مالته الشكل مالته يجنن بنات يعني تستفادون منه يعني هماتين تخلون بيه الاكل، تخلون بيه فواكه، تخلون بيه تمن، انتم بكيفكم. واكو الابيض واكو الذهبي. اما الحجم الكلش كبير اللي تشوفونه هذا ب8 فداني ما احتاجها، احتاج هذا الصغير. هاي جبت جديده. شنو جديده؟ هذه كم جديده؟ شاف يعني ذيك لين مشدوده وحلوه والله عجب. فداني قلت لا الا اخذ وحده جديده ما مفتوحوني هناك اروح اشدها. وهاي اللالات بنات على 7. هو اللي يشتريها على مود الديكور يعني مو اكثر، ولا احنا ما نحتاجها طبعا.
داريات كلش حلوة. طبعا هاي مالتي الإمام العباس عليه السلام، ومالت أهل البيت كليتها، وكلش عجبني وحلوات. فد بنات أنا شنو أرد أعدل الحائط اللي عندي حتى أنا شنو آخذ وحدة جدارية من هاي هنا كرزيات وورد هماتين على ألف، بس الطول مالتها تقريبا يمكن متر ونص بنات. فد ما أخذت لين كلش طويلات، يحتاج يعني صنادين الهن كلش طويلة. هذا هنا شوفوا المجمع بيه أشكال، بيه مرايات، بيه صياني، بيه وهواي شغلات بنات تخبل يعني، وهماتين كلش رخيصة مثل ما شفتوا انتو. والله صلى على محمد وآل محمد. شوفوا لي ديني الستاندات الكلش حلوات، طبعا احجامهن مختلفة، طبعا على 20 وعلى 10 وعلى 15 كلش رخيصات والله بنات، ومن غير اللوحات الكلش حلوة. شوفوا لي هذه اللوحة البغدادية طبعا كلش عجبتني، واللون مالها فيروزي هماتين، وهاي كلش رخيصة والله لأنه شوي أصغر من ذنيك بنات. وشوفوا اللوحات، طبعا أخذت لكم هذا كتصوير تشوفون هاي أنواع اللوحات بنات. والله كلش حلوة. أنا قد رايحة يعني الأماكن بس ما لقيت يعني هيك لوحات حلوة. شوف الجمال مالتين، والساعات هماتين عندهم أنواع تخبل كلش حلوة. هسه أكيد هماتين راح ننزل، وبعد من ننزل ما صعدت والله، فشنو راح أخذكم المجمع ثاني بصفة يكون وبيه هماتين شغلات كلش حلوة راح تشوفوها. هذه هنايا شوفوا بنات، أني طبعا صورت لكم إياه المجمع من بعيد، يعني بيه شغلات المنظفات وشغلات ما أعرف شنو، هواي بيه شغلات مرايات وأثاث هنايا. بس والله ما قدرت أصور لأن مرايات من المكان انت طالع والله فضيحة. خليته طلعت هنا بعد ما صورت لكم. طبعا هنا نزلت، وهذا الورد كلش حلو، وهذا رسل الصيع عليه، وانا اريد اخذ ورد طبعا. وما تصورون يا بنات ايش قد فرحانة بالاغراض اللي جبتهم. طبعا اكو شغلات فعلا الواحد يفرح بهن، وخاصة اذا يكونن رخيصات، واذا تلقاهن بغير مكان كلش غاليات، وتجي تلقاهن مجمع وهن ببالك وتاخذهن، والله كلش تفرح بهن. انا طبعا كلش فرحانة بهن بعد ما جمعت الاغراض اللي يعني فعلا رايدتهن، وهن يعني انا فعلا محتاجتهن. هسه راح نحاسب ويا الكاشير، راح اخذكم للمجمع الثاني. ويبنا شوفوا انا من كنت يعني ما قاعده ببيتي لي الملك والملك لله، ما كنت اشتري نهائيا، وقلت اني من اشتري بيت واكمله واركبه يلا ابدي اشتري هذه الشغلات، وفعلا كنت اشتري فقط الشغلات اللي انا محتاجتها. لفت نظري وحبيت اني اسولف لكم اياها هذه القصه الجميله. قبر وسط الصحراء صار له 300 سنه مزهر، قصه بنيه انطعنت بشرفها، فطلبت من الله هذه المعجزة. أكيد راح أحكي لكم إياها بنهاية الفيديو، فخليكم وياي. من الكاشير جبت هواي شغلات، بس من شوفوا فلوسن هواية، لأن شنو بنات أنا عندي ميزانية اللي راح أصرفهن هنايا بالحاجات اللي أنا رايدتها. وهاي هنا يا بنات. طبعا بعد ما صفيت لي كم حاجة من اللي جايبتني، والله اللي انا بشوف نفسي يعني ما محتاجتها يعني اخذها واشمرها ليش، حتى لو بدي يجمع الالف والله اقدر اخذ بيه شغلة ثانية يعني ممكن يعني محتاجتها. واكيد هسه راح اسمعون المبلغ وتصدمون. هاي 11,750. ها هي هذا هو. سلام. انطيته 25، رجع لي 11,750 يعني قطع 13 الا ربع. هذا الحساب مال المشتري. بعد ما تحاسبنا ويا الكاشير ما عم بالكم راح نطلع البيت، لا راح هسه اللوف يمهم يعني جوارينهم مجمع ثاني. طبعا بأغراض كلش حلوة بنات وشغلات يعني الصراحة أنا ما شايفتهن يعني مثل هذه الصياني طبعا كلش حلوة. هذه على 12 وجميع الأشكال هنايا حلوة. وهسه راح تشوفون بعد الوان كلش حلوة بنات. طبعا هنايا اكو هواي شغلات منظفات كلش زينة ورخيصة، اكل صبالات يعني اغراض يعني مال مطبخ كلش حلوة. شوفوا هذه الصياني كلش حلوات، خاصة هذين الالوان مالتهن، الجداري مالت الفافون، الكياتلي الكبار. طبعا هنايا اكو شغلات كلش حلوة وتفيد العوائل. وهذا شوف الجداري تخبل عندهم مال فافون بنات، وكوما يعني كلها يعني من الحجم الكبير، وبنفس الوقت الأسعار مالتهم كل زينة والله. لكن المشكلة عجبني هنا في شيء يخبط بنات، وهي هذه السلة السعر مالها ب18,000 يعني تخلون بها أكل أو مال سفرات يعني. هي كلش حلوة وكيوت والله. كلش حبيتها، بس المشكلة أني ما عندي يعني ميزانية إني أشتريها، فأني فكرت يا بنات من هيك راح أجمع لها حتى أنا شنو أشتريها. وهنا هو تسوق راحة نفسية، إذا كانت أم البيت مريضة أو تعبانة نفسيتها فما عليك لا توديها الدكتور يدب لك عليها
تشتريها 250 أو 300 وديها للمجمعة وللسوق ب50,000 راح يطلع لك إياها بلادي والله العظيم جديات نفسيتها راح ترتاح. فشوفي يا بنات أنا دائما أجمع ال1000 وال2000 وخلينا على الجهة هنا جمعة لي 10 15 والله راح به للمجمع بس مو معناه يعني ما عندي فلوس لا طبعا عندي فلوس والحمد لله والشكر ومشي الحال. صلوا على محمد وآل محمد. وهنا طبعا واحد من يشتري نفسيته ترتاح يعني وحتى تشترين ب1000 ب2000 والله أي شغلة خاصة إذا تجيبيها للبيت تحسين يعني أنت جايبتها والله إلك يعني فشي أكثر ما تجيبين ثوب والله يعني ما تفرحين بالثوب أكثر ما تفرحين بحاجة البيت. أكيد مثل ما شفتوا هذا المجمع طبعا صورت لكم إياه وصورت الأغراض مالته طبعا بصف مجمع بيت طيشات مباشرة يعني جوارينهم حيط على الحائط والله. فداني بنات يعني ما قدرت أشرح لكم أي شيء لأنه صراحة ما أعرف الأسعار وهم ما كاتبينها ماتين أسعار. فالمهم صورت لكم لكن شغلات كلش حلوة وكلش رخيصة استلال شغلات يعني هذا الصيان اللي قبل قد كنت أدور عليهن بنات وما لقيتن هنايا والله لقيتن ذين يشوفوهن واكو هواي شغلات عندهم هنا شوفوها هسه هنايا راح نطلع طبعا للبيت واكيد راح تشوفون المشتريات مالتنا. وهنايا رسل لقيت لها ربع وش قد فرحت بيه مو قلت لكم الشغلات البسيطه تفرح الواحد. شو هسه هاي ربع والله العظيم لو تشوفون الفرحه مالتها ما توصف. اخذتنا الطريق كلها ربع يا ربع باعوها تفوت عليه ربع. صلى على محمد وعلى محمد. وهسه اكيد راح تشوفون المشتريات مالتنا ومو بس المشتريات لا كم قصة البنية اللي الله سبحانه وتعالى بعد مماتها شلون الله اظهر براءتها. طلعت الربع ما تخلص اخذتنا الطريق كليته صيح هذا ربع وهذا ربع طبعا ضمتها بالش اسمه بالموبايل مالتها. صلوا على محمد. وتعالوا خلينا نشوف المشتريات. طبعا اول ما قعدنا راح سويت شاي وصبت بالجلاس مالتها واخذت الصينيه وحتى يا معايده خلينا اصور. المهم شوفوا يا بنات هذه الخواشيك شوفون شلوناتني خبلا او كلش ثقيلات هن 6 ب1000 ذني بنات وهماتين ذهبيات. طبعا ذني يعني جايبه من عندهن على صغار وخبلا بنات والله والنقشه متروح. هذه المرايه هماتين على 1500. هاي هيك تعلقها بالجنطه كلش حلوه. هي اكيد يعني لازم تشتري شغلات اشترت ميج واشترت مرايه. قالوا على محمد وآلي محمد بنات اذا تحبون اسولف لكم القصه هو خليها بعدين واني اطبخ راح اسولف لكم اياها. طبعا قصه كلش يعني مؤثره ومحزنه لكن الله سبحانه وتعالى شلون اظهر حق هذه البنيه وهو طبعا بشي بسيط شلون الله سبحانه وتعالى اظهر البراءة مالتها. طلبت من اهلها هذا الشيء وتعالوا خلونا نشوف بنهاية الفيديو شنو هذا الشيء طلبت. وهسه خلونا بالمفلس شوفوا بنات يخبل كلش ثقيل. طبعا القطعة كلش ثقيلة ما اقول لكم عنها. ستيل اصلي ومن الثقيل هماتين ما عبالكم خفيف. والله انصدمت قالوا لي ب6 لين سبق وانا عملت عليه بغير مجمعات بدون القبق مالته رادوا الوحده ب7 بنات. وانتم تقدرون تخلون بيه اكل تعجنون بيه انتم براحتكم لانه حاجه كلش حلوه وهماتين ثقيله بنات. وهسه بعد ما شديته طلع فشي تحفة. وهذه هماتين الصينية طبعا شوف الرسل صبت بيها شاي حتى وجبابة بس خلينا اصورها والله ولا انطتنيها هي والقلاص مالتها. وهم زين ما ظلت من مرقة كان خلتني هم بالفلسفة هذه والله ما خلتني اصور. صلى على محمد وآل محمد. واكيد هسه راح اطبخ لكم بيها وراح تشوفون ايش قد حلوات والله صدقي هني يستاهلن ويصير. شوفوا لي هذه الفرشة مالت التنظيف طبعا هاي وانت قاعدة تنظفين بيها شو اسمه السقف مالت البيت الطول مالها 3 مترات واكثر بنات الصراحه. وانا قاعده والله نظفت فيها السقف مالت البيت مالتنا. شوفوا لي منظرهن كلش حلو. اقولوا لسه شنو رايكم بالمشتريات. والله من كثر الفرحه والله ما نمت وشوفوني من الصبح والله قاعده سويت شو اسمه طبخت بيهن وقدمت. شوفوا القلاص كلش حلو بنات. هذا ب1000 وش اسمه ب1000 وربع. الاكبر من عنده ما حبيته ما حلو بس هذا كلش حلو. قزاز هماتين قبل لقيت هنا انا جيت اشتري منه بس قالوا لي يصير مال شاي لانه مو قزاز 6 وكلش صغار بس ما اشتريت من عندي لان قالوا لي مو عن فقلت انا اقدر اخذ حاجه. طبعا اكيد اشرب بها شاي تدرون والله لا كوفي ولا غيره. هاي الشغلات مثلجات ما احبهن اذا مش حار ابد والله. وهسه بعد ما كملنا المشتريات اكيد هسه راح اطبخ لكم بيها. وهاي هنا محضره الاغراض مالتي سويت لكم مقلوبه على طريقه من هذه اللي معندله بنات. صلى على محمد وآل محمد. خلينا نكمل القصه
مالتنا. طبعا هي عن ابنية كانت يعني على اساس انها عندها علاقة بالولد وانها مطية نفسها، فالبنية ظلت تحلف لهم وتقول لهم اني شريفة وما بي شي، فهم ما اخذوها للدكتور ولا شي، راسا حكموا عليها وخلاص. يعني هي بعد مطية نفسها وانتهت انه لازم يخلصون من عندها. قلت لهم قبل لا تخلصون من عندي اطلب منكم طلب. فاكو يعني محرات، يعني هذا مال تنور صار له يمكن سنتين هيك يعني يسوون بالتنور. فقلت لهم هذا من اموت تدفنوني بهذا المكان، وهذا المحراث تزرعونه يم راسي. اذا خضر هذا المحراث فاني ابنيه ما بي شي، واذا لا يعني ما خضر فانا فعلا مسويه هذا الشي. فالمهم هي البنيه تخلصوا من عندها وحسب يعني طلبها، فجابوا هذا المحراث وخلوه يم راسها زرعوه، ورا ما خلوه بدا هذا المحراث اللي هو اصلا ما بيه حياه، وكان يبحثون بالتنور خضر، وعرفوا بان هم فعلا يعني ظالمينها. هي هذه البنيه بصحراء كركوك، وهذه القصه هي قديمه تقريبا صار لها 300 سنه. وشوفوا يعني سبحان الله، لان هي مظلومه يعني وبشرفها متهمه، فالله سبحانه وتعالى شلون اظهر حقها وخضر هذا المحراث. ولحد اللحظه هذه اذا تمرون على الصحراء راح تلقون هذا القبر. طبعا وين هسه تبحثون عنه راح تلقون هذا القبر مال هذه البنيه. صلوا على محمد وآل محمد. وهواية كومة قصص وكومة بنات والله راحا يعني ظليمة مع الأسف. وأتمنى إن شاء الله عجبتكم هذه القصة. صراحة أني كلش عجبتني، ولأن القبر مالتها لحد الآن أخضر وصار له 300 سنة. الله يرحمها ويرحم جميع أمواتنا وأمواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. وشوفوا بنات بعد ما سويت المقلوبة، هنا بنات بعد ما كملناها للمقلوبة، وحتى الماعين غسلتها كل شيء ما عندي، والشاي هماتين خليتها على النار، يعني ما ظل عندي شي بس أقلبها ونتغدى. وسيمكم مليون ألف عافية لهذا القلاص الكيوت. وللمعلومة بنات السوب مالت المرق مالت الدجاج خليت من عنده للتمن فطلع يجنن. ونختم الفيديو وياكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لا تنسوا اللايك واشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. انتظروني في فيديو ثاني. مع ألف سلامة.